النجمة صفاء أبو السعود. بعدين معاك النجم أحمد صيام. بعدين معاكي في يوميات صفصف. انتوا ليه نائر ونقير كده وبعدين معاك يا صفصف فعلا بتطير كل يوم في حالة جديدة. هي اللي بتعمل يوم زي الفوازير. انا صفصف الدلوعة بالزيادة، جمال ورقة هرمون السعادة. خد عيني بس بالهدوات وما تعملش فيها الكبير. عاملة في البيت ازعاج زي الزحمة في الشارع، علي جاله ارتجاج بوداني ما بقتش سالة. عايز طلباتك وبس وما يهمكش ان اخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. محسوبة بالدقيقة والثانية، رمضان مع صفصف حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. محسوبة بالدقيقة والثانية، رمضان مع صفصف حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف. تأليف أحمد القصبي. إخراج تامر شحاتة. رمضان مع صفصف حاجة تانية. حاجة تانية. يا ربي يا ستي صفصف، ما تعمليش في نفسك كده. يمكن فاكر بس عامل نفسه مش فاكر مع انه فاكر. لا بقى، هو ناسي وانا متأكدة انه هو ناسي، ولازم تتأكدي اني انا متأكدة انه ناسي. ايه وايه اللي مخلي حضرتك متأكدة انه ناسي؟ نزل من غير ما يقول لي حاجة خالص، صبح عليا ومشي. سابني يا معقولة ومشي. والنبي بوكا كده بيوجع قلبي. انا بحبك يا ست صفصف بس لو النبي. طب قولي لي هو طلقك يعني رمى عليك اليمين؟ يا ريت كان عمل كده ولا ينسى يوم زي ده يا معقولة. طب قولي لي، هو سي حاتم هيرجع من الشغل امتى؟ زمانه على وصول، اصل ده ميعاد رجوعه. يبقى خلاص اقطعي عرق وسيحي دمه. خبر اسوح، اقتله؟ لا يعني مش للدرجه دي، معقوله يعني؟ مش معنى انه ناسي اني اقتله. يا ست صفصف تقتلي جوزك؟ أنا قصدي خليكي مباشرة. بصي أنا هعلمك وآكل من بيت أبوي. خليكي مباشرة واسأليه كده عيني عينك. حاتم. نعم. حاتم. دي 9 مرة تندهي عليا وتسكتي. في يا صفصف مالك؟ حاتم، هو النهارده كام رمضان؟ والله هو بقى العيد بتاع. لا يا سيدي، مش بسألك على رمضان، كام ميلادي يا حاتم؟ طب انت عارفه في شهر رمضان ده توقيتنا بيتقلب للهجر على طول. يا حاتم بالنهارده عيد جوازنا. يا نهار اسود، بجد؟ الف مبروك يا صفصف، الف مبروك، عيد سعيد ان شاء الله. يا سلام عليك يا حاتم، بتستعبط يعني؟ ناسي عيد جوازنا ولا على بالك؟ مستحيل انساه ازاي؟ انا بس عشان صايم. بالك انتي لو كنت سألتيني بعد الفطار كنت افتكرت. الذاكرة بترجع لي بعد الفطار، اول ما قلت اول لقمة الذاكرة ترجع. الصيام بيعمل لي زهايمر. لا والله، على العموم انا مش هنسى لك الموقف ده يا حاتم. مين قالك بس حد ينسى ذكرى اجمل يوم في حياته؟ انت. صحيح. والله ده انا نسيت. شفت بقى، اديك اعترفت يا استاذ. بعد كل الانكار ده اعترفت، وانا زعلت ولازم تصالحني حالا. حاضر هصالحك، حقك عليا. ايه هو؟ انا اسف. ايه اللي انا اسف؟ حقك عليا، لازم تصالحني بجد. ايوه ما انا بصالحك، امال ايه؟ ايوه صالحني كده بحاجه كبيره، هديه، عزومه، خروجه، حاجه كده. عزومه؟ بس لقيتها. النهارده هعزمك على فطار بره البيت. بجد يا حاتم؟ بجد كمان. دي عزومه جميله جمال، عزومه ملوكي. ربنا
ربنا يسعدك يا ست الكل. اهو الاستاذ حاتم هيعوضك عن الغلطه اللي غلطها. هو يقدر ما يعتذرش؟ هو يستجري ما يعوضنيش عن الغلطة اللي غلطها في حقي، عن الخيانة اللي خانها ليا؟ يا لهوي بالي يما، خياني؟ هو اتجوز عليك يا ستي؟ ده اللي فاضل كمان. كان عندي أهون إنه يعملها ولا إنه ينسى جوازنا. هيخرجني ويفسحني ويعزمني بره على الفطار. تفتكري يا معقولة هيعزمني فين؟ في مطعم على النيل ولا في مطعم في فندق؟ وهي دي برضو مطاعم يا ست الكل. الأكل ما يبقاش أكل غير من على عربية في الشارع أو من مصمت وعربية على الشارع؟ أنا صفصف هانم أكل من الشارع؟ يا سلام كده لو تفطري مخ ولا لحمة راس ولا كوارع، يا لهوي يا لهوي، ولا كلكم يا ستي، والمنبر لوحدكم تاني. اسكتي يا معقولة، منبر ايه وكوارع ايه ولحمة راس ايه؟ بس بطلي عك وكلام وقرف. انا هقوم البس عشان ننزل مع حاتم نفطر بره. ايه ده انا مذهولة. معقول يا حاتم الشارع البسيط اللي احنا ماشيين فيه ده موجود فيه ريستوران فخم نفطر فيه؟ مين قالك ان احنا هنفطر في ريستوران؟ ما هو برضو مش معقول يكون هنا في فندق يعني. احنا في منطقة شعبية جميلة. الفنادق ما بتبقاش هنا في المنطقة دي. وبرضو مين اللي قالك ان احنا هنفطر في فندق؟ غريبة. امال هتفطرني فين؟ هتعتذر عن المصيبة اللي انت عملتها في انهي مطعم شيك؟ هنا في المكان ده اهو. هنا مفيش غير ترابيزة كبيرة في الشارع وناس قاعدة مستنية المغرب. اهو احنا هنفطر مع الناس دول. ايه؟ في مائدة الرحمن. بتكلم جد؟ انت اكيد بتهزر. هتفطرني هنا في مائدة الرحمن؟ ايوه، اكل حلو وبلوشي. هتعتذر لي بلوشي يا حاتم؟ طيب افطر انت بقى هنا لوحدك. يلا سلام. استني بس. لا والله هتندمي. افتحي يا معقولة، افتحي بسرعة. ايه ده؟ خير يا ساتر يا رب. فيه ايه يا ست صفصف؟ رجعتي ليه من العزوم؟ عزومة ايه؟ ما تفكرينيش. قوليلي انت طبخة ايه على الفطار؟ اسم الله على مقامك، منبار ولحمة راس. مفيش سوشي؟ سوشي مش مهم، امري لله. منبر احسن من ان صفصف هانم تاكل في الشارع. كنتم مع يوميات صفصف مع النجمة صفاء أبو السعود. أنا واحدة ذكية 100%، شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. أنا شي حلوة نهار انتي لفتي الأنظار، وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تسوى ألوفات. بشغل جيبك يا حلو، أنا ناقصني حاجات. شغل جيبك يا حلو، ده أنا عندي عزومات. بشغل جيبك يا حلو، أنا ناقصني حاجات. محسوبة بالدقيقة والثانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. محسوبة بالدقيقة والثانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. رمضان مع صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، نجاح حسن، عبير مكاوي، أمير عجمي. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع مصطفى البب. هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف أحمد القصبي، إخراج تامر شحاتة. رمضان مع صفصف حاجة تانية.